يوم أمس أكبر وأضخم ميركاتو في تاريخ الكرة السعودية، ووصل حجم الإنفاق ما يقارب المليار يورو. تكلم عن 4 أندية كان لها نصيب الأسد أو النصيب الأكبر من هذه الصفقات، وتكلم عن 4 أندية اللي يملكها الصندوق. وفي هذا التقرير احنا بنتكلم عن انفاق الانديه الاربعه، وين راح هذا الانفاق، ومن كان الاعلى انفاق والاقل انفاق، ومن كانت رواتبه مرتفعه ومن كانت رواتبه اقل. وطبعا مثل هذه المعلومات تكون المعلومه فيها شائكه ومهي 100%. لذلك اولا بنستخدم او بنعتمد على صحيفه ذا أتلتيك في كل المصادر، ولو كانت صفقه موجوده كمبلغ في ذا أتلتيك بنستخدم اللي اتفقت عليه اكثر المصادر. ثانيا في نسبة اختلاف بتكون 10% الأعلى أو الأسفل، وصعب أنك تحكمها 100%. وبالإضافة لأن ما راح نحسب المكافآت اللي في العقد، في بعض الصفقات فيها مكافآت 10% 5% في حال حقق أو ما حقق، فما راح نحسبها. ثالث شيء حسبتنا بتكون على قيمة الصفقة كدفع النادي الآخر زائد راتبه في أول سنة، راتب اللاعب في أول سنة. رابع شيء راح يكون حسبتنا اللعيبة الأجانب فقط، ما راح نحسب اللعيبة اللي تم التعاقد معهم. وخامس شيء راح يكون اعتمادنا بشكل رئيسي على عملة اليورو وليس الباوند أو الريال. وأخيرا الصفقة الوحيدة اللي راح نستخدمها في هذه الحسبة وما كانت من هذا الصيف هي صفقة رونالدو، لأنها كانت البداية والانطلاقة لمثل هذا الميركاتو. طبعا حسب ما هو مشاع يقال ميزانية كل نادي في هذا الميركاتو هي 800 مليون يورو. تكلم عن هذه فيها قيمة الصفقات زائد الأنظمة الإدارية والفنية في الفريق، زائد البنية التحتية والتسويق، وبرضو حل القضايا الخارجية. ويقال المشروع المملكة العربية السعودية هذا سيتم ضخ مبلغ يقارب 17 أو 18 مليار دولار حتى 2030. نبدأ أولا بنادي النصر. نادي النصر يتعاقد مع 6 لاعبين بالإضافة لصفقة رونالدو أجنبية، وكلفت هذه الصفقات ما يقارب 480 مليون يورو. تكلم عن قيمة شراء عقود زائد رواتب لاعبين. والصفقة الوحيدة اللي كانت مجانية هي صفقة رونالدو. رونالدو بالحالة يشكل من ال 480 مليون يورو 203 مليون يورو في الموسم الأول. ثانيا الاتحاد صاحب أغرب ميركاتو هذا الصيف، تعاقد بس مع 5 لاعبين، وهو أقل نادي تعاقدات في هذا الموسم من ناحية اللعيبة الخارجيين، ولكنه يملك الآن 10 لاعبين أجانب في تشكيلته، ومعه اليوم 15 حتى أنه يحدد خياراته اللي راح يشارك فيها بالدوري، لأن بعد يوم 15 لازم يستبعد لاعبين، واللاعبين ذولي يحق لهم المشاركة في البطولات والمنافسات الخارجية، بس المحلية ما يقدرون يشاركون فيهم. نتكلم عن حمد الله، كورنادو، رومارينهو، قروهي وحجازي، هذول 5 زائد 5 صفقات يتعاقد معهم هالموسم. من ضمن ال5 صفقات هذه في لاعبين مجانا اللي هم كانتي وبنزيما، وتكلفة هذه الصفقات تقارب ال 447 مليون يورو، ويشكل فيها بنزيما من 447 مليون يورو هذه 200 مليون يورو. بالإضافة لأنه حاول يتخلص من أحد صفقاته اللي كانت هذا الصيف اللي هو جوتا، واللي شراه ب 29 مليون وراتبه 11 مليون ونص، حاول يتخلص منه إعارة نادي الاتفاق، بس ما تمت الصفقة في آخر لحظات الميركاتو. نجي عند الهلال راح يدفع هذا الموسم 596 مليون يورو على صفقاته من ناحية شراء عقود ومن ناحية رواتب. ولا صفقة من هذه الصفقات ال7 اللي تعاقد معها الهلال كانت مجانية، ويشكل فيها نيمار ما يقارب 230 مليون يورو، 150 مليون راتب زائد 80 مليون قيمة شراء عقد. خامسا أو رابعا نادي الأهلي اللي تعاقد أو أكثر نادي تعاقد مع لاعبين أجانب، 8 لاعبين بالكامل كانوا أجانب، وكلفت نادي الأهلي ما يقارب 323 مليون يورو ونصف. بالإضافة لأن منهم لاعب واحد كان صفقة مجانية اللي هو صفقة فيرمينو، ويشكل فيها الأعلى صفقة رياض محرز اللي تكلف النادي الأهلي من 323 مليون يورو 75 مليون. يعني الأندية الأربع، أندية الصندوق الأربع تقريبا 27 صفقة، 4 صفقات كانت مجانية، رونالدو، فيرمينو، كانتي، بنزيما، والبقية كان فيها كسر عقود. أكثر الأندية راح تدفع قيمة شرط جزائي أو قيمة شراء عقد زائد رواتب. الأول الهلال 596 مليون يورو، الثاني النصر 480 مليون يورو، الثالث نادي الاتحاد 446 أو 47 مليون يورو، والأخير كان الأهلي 323.5 مليون يورو. أكثر الأندية دفع
قيمة كسر عقود من الأربع أندية تبع الصندوق، كان الأول الهلال 326 مليون يورو، الثاني هو الأهلي 190 مليون يورو ونصف، الثالث هو النصر 160 مليون يورو ونصف، والرابع هو الاتحاد 100 مليون يورو ونصف، ولو نزلنا الخامس نلقى اتفاق 36 مليون يورو، بعد الشهر 34 مليون يورو، بعد التعاون 15 مليون يورو، ثم بعد الفيحة 9 مليون يورو، تنزل لين بقية الأندية. طبعا أكثر الأندية اللي راح تدفع رواتب هذا الموسم والمواسم القادمة يتصدرهم الأول الاتحاد 346 مليون يورو ونصف، ثانيا النصر 320 مليون يورو، وثالثا الهلال 270 مليون يورو، واخيرا الاهلي 133 مليون يورو. هذه بس قيمه الرواتب. دائما الانديه تدفع قيمه كسر عقود دائما يكون رواتبها شوي اقل والنقيض تماما في المقابل. اعلى ثلاث صفقات هذا الموسم في دورينا كان الاول نيمار 80 مليون، الثاني مالكوم وأوتافيو الثاني والثالث كلهم 60 مليون يورو. أعلى ثلاث صفقات أو أعلى ثلاث رواتب للأندية السعودية هذا الموسم: الأول رونالدو 204 مليون يورو لأنها بالباوند 175 مليون يورو فهي تختلف باليورو. الثاني هو بنزيما 172 مليون باوند، لو تاخذتها باليورو توصل 200 مليون باوند. الثالث هو نيمار 150 مليون يورو. أما معدل الأعمار فمعدل أعمار لاعيبة الهلال الأجانب 29 سنة، الأهلي 24 سنة ونص، الاتحاد 31 سنة ونص، والنصر 30 سنة ونصف. أخيرا وليس آخرا، صافي الإنفاق كامل الأندية السعودية من ناحية شراء لاعبين ورواتب هذا الموسم بيدفعون الأندية السعودية الأربع حقة الصندوق كامل على الرواتب وقيمة شراء عقود اللاعبين للأندية الأربع اللي من الصندوق وعلى اللاعبين الأجانب بس تتكلم عن 1,846 مليون يورو. على الصفقات بس دفعت الأندية السعودية الأربعة على الصفقات الأجنبية 777 مليون يورو، وعلى الرواتب في أول سنة من هذا الصيف الضخم والكبير راح تدفع 1,096 مليون يورو. أما على صعيد اللاعبين أو الأعلى إنفاقا في العالم هذا الموسم، الإنفاق بس بدون صافي الإنفاق، ما هو بيع وشراء وكم المعدل، لا إنفاق دفع. الأول الهلال، الثاني باريس سان جيرمان، الثالث الأهلي، الرابع تشيلسي، الخامس أرسنال، والسادس النصر، وتنزل شوي 12 نادي الاتحاد. يعني عندنا ثلاث لعيبة أو ثلاث أندية من التوب 6 في العالم. أخيرا احنا ما تكلمنا عن صفقات اللعيبة المحليين، كم نادي يشترى لاعب محلي. يعني الأهلي على سبيل المثال شرى تقريبا 7 لعيبة، الاتحاد شرى تقريبا 6 لعيبة محليين وباعوا مجموعة كبيرة من اللاعبين. نفس الكلام على النصر والهلال، يمكن الأقل شراء من أندية جدة. ولكن الكارثة الأعظم مع هذا الدفع الكبير اللي أنك تشوف أندية تستغني عن لعيبة توها شريتها. يعني جوتا كان مثال مرة ضخم وكبير، وهذه مصيبة عن الصفقات الجاية. يعني أنت بتكبت خسائر على غير فائدة، ما منها فائدة. فأعتقد الحل الأمثل أما أن نرفع حد اللعيبة الأجانب عشان ما يتورط النادي السعودي، أو اللاعب اللي ما يبغاه نادي الصندوق ومتورط فيه يوديه في